سنة 1990 عالمة النفس إليزابيث نيوتن قسمت الطلبة بتوعها لجزئين. جزء قالت لهم هتدندنوا بأغنية من لسه تحتوي على 25 أغنية من الأغاني المشهورة زي مثلا Happy Birthday to You، والجزء الثاني قالت لهم هتخمنوا أصحابكم بيدندنوا بأغنية إيه، وسألت الطلبة اللي بيدندنوا تتخيلوا أصحابكم هيعرفوا الأغنية بنسبة قد إيه، وكان ردهم 50%، خصوصا إن الأغاني مشهورة، بس اكتشفوا إن 2.5% بس من الطلبة اللي بتسمع الأغاني عرفوا يخمنوا هي إيه. إزاي؟ اللي بيدندن بالأغنية عارف الأغنية هي إيه وسامعها في دماغه، فحاسس إن اللي بيسمع هو كمان هيبقى عارفها وهيسمعها في دماغه فهيعرفها، وده اللي علماء النفس سموه لعنة المعرفة. لما بنشرح أو بنحاول نوصل معلومة لحد بنبقى مفكرين إن هو كمان عنده نفس مستوى المعرفة اللي عندنا. ده مش بيفكركم بحاجة؟ أيوة، هما الأساتذة والدكاترة اللي بيحاولوا يوصلوا لنا المعلومة بناء على مستوى فهمهم هم، مش بناء على مستوى العلم اللي عندنا. علشان كده أوقات بنفهم الحاجة من حد من زمايلنا لو شرحها لنا أكتر ما بنفهمها من أستاذ أو دكتور. ولا أنتوا رأيكم إيه؟